السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فيديو جديد، السفه مدفونه بواحد الطريقه اللي سهله. كنقول لك في ساعه وحده غتوجد لك السفه ديالتك، ما تبقيش عكزي عليها من هذا الفيديو هذا. غنديروا السفه مدفونه، السفه الكرام اللي كتجي زوينه، اللي محبوبه الجماهير المغاربه، اللي شي حاجه اللي كتعجبهم بزاف. معروفين حنا بالسفه كنموتوا عليها، والسفه ديال الكرم ديال العراس غنخدمها معكم. اللي ما كتنجحش لي السفه غتنجح لك من هذا الفيديو هذا، وما تبقيش تعكزي عليها، غديرها جوج الخطرات مدمنه عليها بهذه الطريقه. هي كتوجد لك كتوجد اقل من الكسكسو. حنا كنعرفوا الكسكسو ديالنا نهار الجمعه وداكشي كنديرو دغيا ما كنتعطلوش فيه. هذه غتوجد لك دغيا، ما تعكزيش عليها. هنا قلت نشاركها مع الحباب والناس اللي متابعيني، كنشكرهم بزاف وفرحانه بهم، ومفرحانه بدوك المتتابعات ديالي الجداد اللي مدعميني، واللي واخا ما كيهضروش فرحانه بهم بزاف، اللي كيتفرجوا فيا. نتمنىهم الله سبحانه وتعالى الله يوفقهم ويسر لهم الامور ديالهم ويصلح لهم وليداتهم. هادشي اللي غادي نقوله، واللي دار شي حاجه غيلقى في الميزان ديالو ان شاء الله. ونتمنوا لكم الخير وجميع المسلمين. هنا غنديروا الماء ديالنا غلا، نديروا السفه ديالنا، درنا فيها الزيت، بقيت كنهضر، درنا الزيت، درنا السفه ديالنا طيب. هنا شويه الخرقوم، شويه السكينجبير، شويه البزار، شويه ديال الزيت. غندير شويه ديال السمن، شويه الملح، القرفه عواد. غندير واحد جعضومه ديال التمر. علاش؟ لان الدجاج ديالنا جبدته من الفريغو ودرت فيه الماء سخون والحامض والملحه. هنا غندير البصله وخليته تطلق، كنحيد من داك الماء وكندير مع الجعضومه ديال التمر، كيجي الدجاج ديالك كيطيب فرمشه عين. هنا غنهزو المطيب ديالنا. اول حاجه ما غتخدمي لا بايدك لا بوالو، هاد الصفه ما عمرك غتعكزي عليها، ولكن تبي معايا. هنا كتنفضيها هكا، تنفضيها بحال هكا. هذه الطريقه ديالتها اللي غتنجح لك. كنرجعوا المطيب بعدا واحد القضيه، مني كتسقيها راه كناخذ كاسرونه ديال الماء بارد من الروبيني وكنزيدها في البرمه، كنهرس داك المطيب، ما كنكبوش غليان باش تجيك ناجحه. لاول مره تسمعي المطيب تخلعي تقولي غتعجل ليا، لا، زيدي فيها هاد الكاسرونه على حسابي ديال الماء بارد في البرمه ديالتك وسقي زيان من الروبيني وسقي. عقلي على الهضره اللي كنقول. هنا كنهزو كنسقي هذاك الماء، نقصنا منه داك الغليان. علاش درنا الطريقه؟ انا بعض المرات ما كنديروا ما كان المطيب كنديروا نيشان، درتها انا على حساب كاين شي وحده اللي ما غتصدقش ليها تعجل ليها، اللي كتكون الصفه ماشي بروميان، يعني ما كتكونش صفراء، والكرام كتكون صعيبه في الطياب ديالها. قلنا حنا نتفاداو المشاكل، ناخذ كاسرونه ديال الماء طيب نديروها، خدمي بالفورشيط ولا بصبعانك صافي، كتنفضيها وكترجعي هذيك النفضه ديالتك. هي فين كاين السر، بلا ما تخليها تشرب كتولي بحال الغليظه بحال المقارونيه، تقولي خلي السفه ديالتي تنشف وتشرب الماء عاد باش نرجعها. لا لا، كتجيك غليظه بحال المقارونيه. غير ديريها بحال هكاك مزيان، ولا ما درتيهاش كاع في الكسكاس دغيا هزيها من القصريه. هنا شوفوا الدجاج ديالنا راه كيجي واحد البنه بحال ديال العراس، ديك الريحه ديال السمان وديك الزعفران والتوابل ديالنا والقرفه عواد والقرفه مطحونه، كيجي واعر. واحد الجعضومه ديال التمر، لان الدجاج ديالنا غيجي. علاش درتو؟ باش يجيني قدو قد الطياب ديال السفه، حيت السفه غطيب ليا قبل من الدجاج. درت انا فكرت بانني ندير الجعضومه ديال التمر، ما هو كروازي ما والو، الدجاج ديالنا عادي باش يطيب ليا قدو قد السفه. درت زعما بحال بغيت نقول ساعه ديالتي او ما كامله الساعه يطيبوا لي قد تقدر طيب لي السفه ويبقى معطل لي الدجاج. شوفوا هذه الثالثه كبينا على غير الماء بارد. شوفوا كيفاش كتبان، يعني كتبان لك طابس. السفه ديال المطيب كطيب لك فرمشه عين. خفتي منها راه قلنا لك الطريقه اللي غديري فيها، ما زعمتيش ديري غير الاولى بماء طيب والثانيه بماء بارد صافي حتى هي، ولكن ما تدخليش فيها ايدك، نفضيها بحال هكا وسقيها ورجعيها. انا مهم اللي كنقول الانسان ما عمره ما يخاف. نص كيلو من الدجاجه ب10 دراهم، جربي، صدق لك ما صدقش لك
راه غادي تعاوديها تاني وغاده بحال هكا كل مره شويه شويه حتى كتعلمي لها. هانتوما هنا هذه درت الاولى ودرت الثانيه ودرت الثالثه بالماء بارد، ومني رجعتها ديال الماء بارد رجعتها درت ليها الزبده. ما غنحطهاش، الطريقه واعره. غنرجع الزبده ديالتي في البرمه، الشرح راه واضح. علاش غنرجعها؟ كتجي واحد البنه خطيره في ديك الصفه، فهمتي؟ كطيب فيها هذيك الزبده، كتجي فتيه، كتجي واعره، وشويه ديال السنيده درتها ورجعتها طيب بلا ما بلا سقيان بلا والو. داك الفار ديالها بحال سقيتيها تاني بالماء. مازال ان شاء الله غادا نخدم معكم الصفه ديال الماء بارد، كتوجد دغيا وفيها غير السقيه الاولى بالماء طيب والثانيه ديال الماء بارد، ولكن تي بواحد الطريقه حتى هي كتوجد دغيا. هنا شوفوا هاد بغيت نقول لكم، شوفوا هاد التغميره كي دايره واعره. هنا الصفه ديالنا راه وجدات تملخات، جات هذيك الصفه اللي كتعجبك كتلعب في ايديك. بالنسبه للزبيب ديالنا ما كنديروش فور باش ما يجينيش بحال العنب. الزبيب ديالنا وشويه الزبده، هاد الصفه المدفونه ما تقويش فيها الزبده حيت عندنا ليدام. انا ديك الزبده ديالتي بحال قسمتها، درت معلقه رجعتها طابت فيه، ودرت معلقه دابا ملي غنحط غندير السكر كلاصي ديالي. قلت لك على الزبيب كيفور، هو الزبيب كيفور لك في هذا البخار هذا بلا ما تفوري عليه يولي بحال العنب، وكيجي في واحد المذاق زوين. شوفوا الصفه ناجحه. هنا الدجاج ديالنا طاب، عرفتي كنقول لك طاب واحد الطيبه واعره. دوك العظيمات ديال التمر لحتهم فيه وجد قد الصفه. هنايا غادا نسقي. هنا بعدا غندير ديك الطاوه ديال الدجاج عندي باش نوريكم. قربت للكاميرا عجبتني وبغيت نوريكم التغميره كيفاش دايره. شوفوا الدجاج ديالنا كيفاش طاب. هنا راه تصلي صلاه العشاء ديالتك، ولا بالنسبه اللي كيتعشى بكري، المهم دغيا كتوجد لك. كتنوضي دغيا ما تعكسي ما والو، بحال غتبقاي طيبي في الروز وديري ليه الدجاج وتعاودي تسدي عليه وتعاودي. هذه كتوجد لك دغيا وكنموتوا عليها، وشي حاجه اللي كتعجبنا وكناكلوها في العراس وولادنا كيموتوا عليها. عاودي طيب بهذه الطريقه هذه غتعودي ديرها مدمنه عليها، غتعودي ديريها جوج مرات في السيمانه. انا ضروري نديرها السبت والحد. والله العظيم الا من الدار مني كنديرها كيقول لي علاش درتي نص كيلو؟ ديري كيلو يعني ها وحيد هذا العظم. انت مطيبه زعما مفوره، ديري كيلو نص كيلو لكلينا بحال هكا. الاخر حتى هو زعما ديريه الغد ليه الوليدات بالكاوكاو سكر كلاصي. قلت لي صافي، ما خديت غير نص كيلو مع الدجاج والكاوكاو وداكشي كتجي كتقهم. ولكن عنده الحق، محنا كنت درت غير كيلو. كيبقى لك واخا يبقى لك في الثلاجه غير كتسخني وتعطي للوليدات. شوفوا هنايا لاول مره، والله العظيم لاول مره غندير نص كيلو. ديما كندير كيلو على حسابه، ومني حطيته بقى كيخاصم. قال لي كان عليك تخلي عزيزه عليك، يقول لي كان لك ديري كيلو. المهم ها اللي كاين قلناه لكم. انا قلت ما غنديرش كيلو على ود المتتابعين، غندير غير نص كيلو بالما طيب باش نوريه لهم. هادشي اللي قلت. هنا شوفوا عمرنا القصريه ديالنا. انا موالفه كنديرها في الطبسيل ولا شي حاجه، بغيت نديرها في القصريه كتعطي واحد المنظر حتى هي زوين، يعني السفه مدفونه في القصريه. هنا بالنسبه للسفه ديالتك مدفونه ما كتبانش راك درتي فيها الدجاج. الا كانوا عندك الضياف ولا شي حاجه كتحطيها عليهم ما كتبانش راه فيها الدجاج. ولكن انا غندير واحد الطريقه في الاخر كتبان بان راه فيها الدجاج. شوفوا هنايا اللي كلشي ضيف عندكم وتصدم يقول الصفه بلا دجاج ولا شي حاجه، كنشد انا الصفه كنهز كندير لها واحد الطريقه اللي كيبان منها شويه ديال الدجاج. هنا هاد الطريقه اختياريه كل مره باش كنزوقوا. هاد الزويقه اللي درت كانت زوينه، درنا القرفه في كل بلايصه فيها شويه شويه، وكل واحد كيزوق باش ما بغى. قلت نشاركها معاكم، كنقول لكم عجبني الحال لانني وجدت ليا دغيا وديما كتوجد ليا، وكنقولوا علاش الحاجه الزوينه السهله ما نوريوهاش. وكتعرفوا الصفه بان بنادم كيبقى يفكر
7 الفورات فيها ولا 6، وخايفه منها لا تعجل لك وبزاف المشاكل فيها. بهاد الطريقه ديال المطيب اعتمدي عليه وما تخافيش. والسفه ملي تبغي تاخديها خديها تكون صفراء، الا ما كانت صفراء راه ما كتصدقش، كتكون بيضه كتعجن. هنايا شوفوا كندير داك السكر كلاصي. حنا سالينا السفه ديالنا اللي وصل معنا حتى لهنا كتب لنا في الكومونتير، وبحالو زوين شي قليب وكومونتير بحالو اللي زوين. وكنشكر بزاف اي واحد كيتفرج واي واحد تابعنا واللي كيدير لينا ولا ما كيديرش لينا، كل شيء تبارك الله ما شاء الله. الله يسر لهم الامر ديالهم. شاركوا الفيديو مع الحباب مع الاهل. وهاد السفه درنا اقتصاديه وكتوجد دغيا في رمشه عين ديال المطايب. هنايا حنا سالينا الفيديو ديالنا، غادا نوريكم واحد الطريقه ملي غنجبد منها الدجاج. بالنسبه درت هاد الطريقه بحال هكا علاش غنضحككم. لا شي ضيف حطيت ليه السفه مدفونه غيقول له السفه ما فيهاش الدجاج. بسلامه عليكم، تلاقاو شي فيديو اخر.